قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك ان ده اول فيلم في القناه الجديده يا صديقي، باذن الله هينزل عليها فيديوهات كتير جدا الفتره الجايه، ولكن مش ده المهم يا صديقي. المهم ان الفيلم حاله من الاكشن والاثاره التي لم ولن تتكرر. كل اللي عليك تركز معايا علشان تستمتع بالحكايه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. هو بيبدا الفيلم بالعراق، واحلى تحيه لكل اهل العراق. اخوكو كوكلي بيمسي عليكم. المهم بتروح فرقه سريه اسمها كينجز مان مهمه في القبض على الارهابيين. بتنجح المهمه بتاعتهم، ولكن الشخص اللي بيمسكوه بيكون معاه قنبله، بيكون خلاص هيفجر المكان، ولكن بينط عليه عضو من الفرقه، هو بينقذ اصحابه وبيموت. بعدها بيروح عضو من الفرقه عند بيت الشخص اللي مات. العضو ده عامل سر في كينجز مان، هو بيكون اسمه هاري. مرات الشخص اللي ضحى بنفسه بتقابله، هو بيقول لها جوزك مات وضحى بنفسه علشان الفريق، ومقابل ده احنا بنديله وسام الشجاعه. وفي ظهر الورقه دي بيكون مكتوب رقم، هرجوك رني عليا في اي وقت وقولي لي كلمه سر واحنا هنعرف انك انتي. بترفض منه الوسام، هو بتقول له اعمل ايه بالهباب ده، رجع لي جوزي لو سمحت، على اساس انه علبه جبنه يعني. المهم بيسيبها وبيروح للطفل اللي قاعد عنده ده، هو بيقول له اسمك ايه يا عسل، بيقول له اغزي، بيقول له اغزي عليك، طيب انا عايزك تخلي دي معاك وما تضيعهاش ابدا، بيقول له حاضر يا عمو. هو بعد 17 سنه وتحديدا في الارجنتين في عصابه بيكونوا خاطفين دكتور ارنولد، بيكونوا محتاجينه لغرض معين في دماغهم. فجاه الباب بيخبط، بيروح يفتح، بيلاقي قدامه واحد من اعضاء كينجز مان وهو لاني سلوت. بيطلع المسدس وبينزل فيهم تخبيط بالسلاح، ما بيخليش فيهم ولا قرعه واحده. بيطلع له اخر قرعه من المطبخ، فبيديله واحده هيد شوت وبياخد كوبايه الويسكي. هو بيقول للبروفيسور انا جاي هنا ارجعك للوطن. ما بيلحقش يكمل كلامه والباب بيخبط تاني، يا دوب بيروح يشوف مين، فبياخد ضربه بتقسمه نصين. بتطلع واحده ست وسبحان الله بيكون نصها انسان والنص التاني سكينه، والبنت دي بيكون اسمها غزال. المهم بتفتح الباب للراجل اللي هي شغاله عنده، هو اللي بيكون اسمه فالنتين. فالنتين ده زي الفرندرافلي والفيزلين، لا احنا هنسميه فالنتينو. المهم بيقول له الدكتور انا بعتذر لك على المطحنه اللي انت شفتها دي، ولكن سبب ده كله الضيف اللي كان عندك، اوعدك ان هعرفه تبع مين قريب. بعدها بنروح لهاري وده عميل في كينجز مان، بيروح محل البدل ده وفي الحقيقه ده بيكون مكانهم السري. بيوصل عند القائد بتاعهم ارثر، هو بيقعد معاه علشان الاجتماع، وبيعملوا حداد على موت لانسلوت واي حد بيموت من الفرقه وبيشربوا من الخمره دي على روحه. بعدها ارثر بيقول لهاري يعمل اختبارات على بعض الشباب علشان يضموا بديل لانسلوت، بيقول له خلصانه، بيسيبه ويمشي. بعدها بنروح لاغزي، الطفل اللي اداله هاري الميداليه من 17 سنه فاتوا. بيظبط هدومه وهو خارج، جوز امه بيطلب منه يجيب له حاجه من بره، بيديله الفلوس، طبعا هو اساسا ما بيطيقش جوز امه. المهم بيروح الكافيه مع اصحابه وبيفضل يشكي من جوز امه لصاحبه، ولكن في واحد من اصحابه بيغلط فيه، فبيسمعوا واحد من اللي شغالين عند جوز امه، هو بيقول له انت بتغلط في الزعيم بتاعنا يالا، بيكون خلاص هيضربوه، بيقول له خلاص حقك عليا يا اسطى. بعدها بيطلع من المكان وبيكون معاه مفتاح عربيه الواد، بياخدها يخمس بيها حبه في الشارع، الحكومه بتجري وراه وفي النهايه بيقبضوا عليه. الظابط بيقول له مين اللي كان معاك يالا، بيقول له ما كانش في حد معايا، بيقول له انت هتعمل لي فيها حرامي شريف ومش هتقول مين اللي كان معاك، بيقول له يا باشا انا ما كانش في حد معايا، ممكن بس اعمل مكالمه، بيقول له ماله، خد كلم اللي معاك وقول لهم انك مش جاي على عشاء علشان هتاخد في الحوار ده سنه ونص سجن. ما بيديش اهتمام لكلامه وبيرن على الرقم اللي في ظهر الميداليه، بترد عليه واحده بيقول لها ان هو في السجن، ومامته قالت له لما تقع في مشكله رن على الرقم ده، بتقول له النمره غلط يا حبيبي العب بعيد، بيقول لها استني اوكسفورد مش برو، ودي كلمه سر علشان يعرفوه، بتقول له جاري تنفذ طلبك يا فندم. بعدها بنص ساعه بيخرج من القسم، بيكون مستغرب وما بيكونش فاهم ايه اللي حصل، ومره واحده بيلاقي حد نده عليه. يغزي بيقول له انت مين، بيقول له ما تقلقش انا اللي خرجتك من السجن، بيقول له برضه ما جاوبتش على السؤال انت مين، بيقول له انا اسمي هاري، انا اللي اديتك الميداليه وانت صغير، وانا برضه اللي ابوك انقذني من الموت. بياخدوا على الكافيه وبيفضلوا يتكلموا مع بعض شويه، ولكن مره واحده بيدخلوا له الشباب اللي سرق منهم العربيه. هاري بيقول لهم ارتاحوا شويه لحد ما يخلص المشروب اللي في ايده، بيقول له رايح التعب الحاج دلوقتي، بيقوم وبيكون خلاص ماشي، بيقول له لو عايز رجاله هتلاقي منهم على الناصيه، تفتكر انه هيسيبهم يا صديقي؟ لا والله. بيقفل الباب، هو بيقول له امك علمتك كده، هو بيدي له واحده هيتشط بالكوبايه ما بيقومش منها تاني، هو بينزل فيهم فحت ردم طحن صحن المونيا نحاس قديمه للبيع، بيقوم واحد منهم هو بيضرب عليه بالسلاح، ولكن هاري بيفتح له الشمسيه اللي بتكون اشد من شبشب ست البيت، بينيموا مكانه وصاحب المحل بيكون خلاص هيبلغ عليهم، فبيدي له واحده فقدان ذاكره بيجيبه على الارض. المهم بعدها بيروح ليغزي وبيكون خلاص هيضربه، بيقول له ربنا ما هو على اللي شفته لحد. هاري بينتهز الفرصه وبيحطه في اختبار، بيحط له ميكروفون صغير في هدومه وبيسيبه يمشي. بعدها اكزي بيروح البيت وجوز امه بينزل ضرب فيه، هو بيقول له مين البقف اللي كان معاك في الكافيه ده يالا، بيقول له ربنا ما اعرف يا معلم، بيقول له لو ما قلتش هشيل دماغك السودي وهعلقها على باب البيت، بيقول له طب كده ما تمسكنيش بالجاكيت دي من بورسعيد، وربنا انا ممكن اعمل لك جنايه هنا. بيكون هاري سامعهم علشان الميكروفون اللي حطوه له في هدومه. المهم جوز امه بيسيبه علشان هاري هدده، وهاري بيقول لاكزي قابلني في محل البدل اللي قلت لك عليه. اكزي بيروح له المحل، بيقول له جايبني ليه في المحل الرخيص ده، بيقول له جبتك هنا علشان تشتغل معايا، بيقول له هتشغلني ايه، هتشغلني خياط هنا، بيقول له لا يا خفيف هتبقى عضو عميل في كينجز مان، بيقول له قصدك جاسوس
جاسوس يعني؟ بيقول له حاجه زي كده. هاري بيدخله اوضه وبينزل في مكان سري اللي بيوصلهم للمكان السري بتاعهم. بيوصلوا هناك وهاري بيعرف اكزي على عميل جديد في المكان اسمه ميليلين، تحس ان اسمه ملاليم، علشان كده هسميه دسوقي. المهم دسوقي بيدخله اوضه الاختبارات مع باقي زمايله وبيقول لهم على القواعد اللي هيمشوا عليها، وبعدها بيسيبهم ويمشي. بتسلم عليه البنت اللي جنبه وبتتعرف عليه. بعدها بيناموا علشان تاني يوم يجهزوا للاختبارات. وفجاه بيصحى اكزي بيلاقي الاوضه كلها بقت ميه. بتصحى الفرقه كلها وكلهم بيفكروا هيعملوا ايه في المصيبه دي. كلهم بيروحوا ناحيه الدش علشان يعرفوا ياخدوا هوا منه، ولكن اكزي الوحيد اللي بيفكر غيرهم. بيروح ناحيه الباب ولكن بيكون مقفول. بيروح ناحيه الازاز وبينزل فيه تخبيط بايديه لحد ما بيكسره. هو بينقذ زمايله في اللحظات الاخيره. بمجرد ما بيخرجوا بره بيلاقوا دسوقي مستنيهم. هو بيقول لهم نجحتوا في اول اختبار. بعدها العميل هاري يروح الجامعه لدكتور ارنولد. بيقول له انت مين؟ بيقول له انا عايز اسالك سؤال بخصوص القوه البشريه. بيمسكوا من ودانه. هو بيقول له انا صاحبي مات وهو بيحاول ينقذك، انا عايز اعرف مين اللي خطفوك وليه سابوك. مره واحده بيلاقي دماغه انفجرت فبيسيب القنبله في المكان وبينط من الشباك. بعدها فالنتينو بيكون بيتكلم مع المساعده بتاعته. هو بيقول لها كده في حد بيدور ورانا بعد ما خلوني اقتل دكتور ارنولد، ولازم تعرفي لي باي طريقه مين هم الناس دول. بعدها دسوقي بيقول للطلبه كل واحد فيكم يختار كلب من دول، والكلب ده هيكون معاه طول الوقت. كل واحد فيكم يدرب الكلب بتاعه كويس. بيسيبهم يخشوا جوه علشان يطمن على هاري وبيعرف انه كويس وما حصلوش اي حاجه. في الوقت ده فالنتينو بيكون شغال في اصدار الخطوط اللي بيعملها علشان مشروع معين في دماغه. في نفس الوقت هاري بيفوق وبيكون زي الفل، وفالنتينو بيعمل اجتماع مع رئيس الوزراء والاميره. هو بيعرض عليهم فكره الخطوط اللي هو شغال عليها. الاميره تيلادا بترفض وبتقول لهم انتوا مجانين، ولكن الرئيس الخسيس بيوافق على العرض. والاميره تيلادا بيخطفوها وبيحبسوها في مكان معين. بعدها بياخدوا رئيس الوزراء وبيركبوا له الشريحه دي. في الوقت ده اغزي بيروح لهاري وبيقول له الف مبروك يا بطل لانك وصلت لاخر 6 مرشحين. بيدخل عليهم دسوقي وبيوري هاري فيديو فيه اللي حصل لما كان مع الراجل اللي دماغه انفجرت، وبيعرفوا ان سبب الانفجار ده الشريحه اللي كانت في دماغه. فبيعرفوا ان الشريحه دي تخص فالنتينو. اغزي بيقول لهم ما شفتوش الاعلان اللي عمله النهارده ولا ايه؟ بيوريهم الاعلان وهاري بيتاكد ان فالنتينو هو ورا كل اللي بيحصل. بيجهزوا الخطه واللي هي هاري هيروح له اساس انه ملياردير ومن عائله ملكيه وهيتبرع له بفلوس لمشروعه. في الوقت ده بتبدا اختبارات ال6 طلبه الباقيين، والاختبار انهم ينطوا من الطياره وينزلوا في النقطه المطلوبه من غير ما الرادار يلقطهم. وفعلا بينطوا واحد ورا التاني، ولكن روكسي بتكون خايفه جدا. اكزي بيشجعها وبيخليها تنط. بعدها تسوقي بيقول لهم الموضوع مش بسهوله كده، في واحد فيكم ما عندوش مظله. العيال بتتذاكى وكل واحد فيهم بيفتح مظلته لحد ما بيروحوا لاغزي. تفتكر ان اكزي هيموت يا صديقي؟ لا والله. بيمسك في روكسي وهما الاثنين بينزلوا في النقطه المحدده في اللحظات الاخيره. تسوقي بيقول لهم عاش يا رجاله، ولكن في 3 منكم سقطوا في الامتحان. بيمشيهم واللي بيكون فاضل روكسي واكزي وتشارلي. اكزي بيقول له اشمعنى انا اللي ما كانش عندي مظله؟ انتوا جايبيني علشان تضحوا بيا ولا ايه؟ بيقول له طب تعالى كده. بيقرب منه وبيفتح له مظلته. هو بيقول له احنا هنا ما بنضحيش بحد. في الوقت ده هاري بيروح لفالنتينو وبيقعدوا مع بعض على العشاء. هاري بيعرض عليه شغل وفالنتينو بيقول له عرضك مغري جدا، اوعدك اني هفكر في الموضوع واكيد هنشتغل مع بعض. بيخلصوا اكل وبيسيبه يمشي، ولكن فالنتينو بيكون حاطط له شريحه تتبع في المشروب علشان يعرف مكانه ويعرف بيشتغل مع مين. هاري بيوصل الموقع بتاعهم. هو بيحكي لارثر كل اللي حصل. ارثر بيقول له في ناس كتير اختفت الفتره اللي فاتت ومنهم الاميره الملكيه تيلادا. في الوقت ده فالنتينو بيروح تاني للاميره وهو بيعرض عليها تاني الفكره وبترفض. في الوقت ده تسوقي بيجيب للطلبه اختبار جديد، والاختبار انهم يظبطوا المزه دي. وفعلا بيروحوا علشان يظبطوها، ولكن بيحطوا لهم منهم في البيبسي بتاعهم. بيصحى يغزي من النوم بيلاقي نفسه مربوط على قضيب القطر وفي واحد واقف على دماغه. بيقول له مين هم كينجز مان؟ انجز وقول لي هم مين والا هسيبك مربوط والقطر هيقتلك. تفتكر ان اكزي هيقول له صديقي؟ لا والله. بيرفض يديه اي معلومه، وفعلا القطر بيعدي عليه ولكن ما بيقتلهوش لان ده في الحقيقه بيكون اختبار من الاختبارات بتاعه كينجز مان. هاري بيشكر اكزي وبيهنيه على نجاحه في الاختبار. اكزي بيقول له طب والاثنين التانيين عملوا ايه؟ بيقول له روكسي نجحت في الاختبار ولكن تشارلي اعترف وفشل فيه. تاني يوم هاري بياخد اكزي على محل البدل وبيدخله الاوضه دي علشان يختار له بدله، ولكن الراجل اللي هناك بيقول لهم ان في حد في الاوضه دي، فبيوديه اوضه تانيه وبيدخله على المكان السري وبيوريه مميزات كل حاجه في الاوضه دي. بعدها بيخرج من الاوضه بيلاقي فالنتينو في وشه. هو بيقول له يا اخي الدنيا دي قد علبه التونه، ايه اللي جابك هنا يا عم؟ بيقول له الخدام بتاع الجديد، جيت هنا علشان اظبط له بدله. طبعا هاري مفهمه انه ملياردير ومن عائله ملكيه وهيتبرع له بفلوس لمشروعه. المهم الكلام ده ما بيدخلش على فالنتينو لانه عارف ان هاري تبع فرقه سريه وبيدوروا وراه. هاري بيقول له ايه رايك تروح محل كويس في الشارع اللي ورانا ده بيبيع طواقي احسن من اللي انت لابسها دي؟ فالنتينو بيقول له هبقى اشوف وبيسيبه يمشي. بيروح عند المحل اللي قال له عليه وبيكون هاري حاطط له جهاز تجسس في هدومه وبتمشي الخطه زي ما هو عايز. بعدها اغزي بيروح لارثر وبيقعد معاه. ارثر بيرفع عليه السلاح وبيديله المسدس
بيقول له اقتل الكلب بتاعك، وروكسي كمان بتكون في نفس الاختبار. هيجز بيرفع المسدس على الكلب. تفتكر انه هيقتله يا صديقي؟ لا والله، روكسي بتضرب الكلب بتاعه وبتنجح في الاختبار. ارثر بيقول له البنت طلعت ارجل منك يالا، روح اقعد جنب ماما في البيت. وفعلا اكزي بيسيب المكان وبيروح البيت. بيطلع وبيسلم على امه، بيبص في وشها بيلاقي في علامه زرقاء، فبيعرف انه جوزها ضربها. بيركب عربيته وبيروح لجوز امه. بيوصل هناك وبيقول له انت يالا ضربت امي، ده انا هعمل منك كفته سيخ، بس عايزك راجل لراجل. بيكون هينزلوا من العربيه ولكن الانذار بيشتغل والعربيه بتقفل. هو بيعرف ان هاري هو اللي عمل كده يا صديقي. هو بيقول له تضيع اكبر فرصه من ايديك بسبب حته كلب ملوش لازمه، وكمان بتسرق عربيه الرئيس بتاعك. بيدخله الاوضه وبيوري له الكلب بتاعه. هيكسي بيقول له انت قتلت الكلب بتاعك وبعدها عشته؟ بيقول له لا، انا قتلت الكلب وبعدها جبته هنا على البيت. الطلقات كانت فاضيه والمسدس في شنك. في اللحظه دي تسوقي بيرن على هاري. هو بيقول له ان فالنتينو هيجرب الخطه بتاعته بكره في الكنيسه. هاري بيقول لاكس استناني هنا لحد ما ارجع. بيسيبه وبيروح على الكنيسه. وفالنتينو وغزال بيكونوا قاعدين مع بعض وبيجهزوا هيبداوا امتى وهيعملوا ايه. بيظبطوا كل حاجه مع بعض. وهاري بيكون هيقوم يمشي ولكن فالنتينو بيشغل الجهاز. هاري بيطلع المسدس بتاعه وبتبدا المطحنه يا صديقي. بينزلوا في بعض تخبيط وبتبدا مجزره ملهاش نهايه يا صديقي. ولكن اللي بيكون مسيطر في المعركه هاري يا صديقي. بيخلص عليهم واحد ورا التاني. وبعد ما بيخلص كدب بيطلع بره بيلاقي فالنتينو وغزال في وشه. بيقول له انت عملت فيا ايه؟ انا ازاي عملت كل ده؟ بيقول له ايه رايك؟ خطه ما تخرش الميه. هاري بيقول له اكيد الخطوط اللي انت وزعتها على الناس هي السبب في كل ده. بيقول له تصدق ما كنتش اعرف. بيضربه بطلقه في دماغه وبيسيبه يمشي. اكزي هو وتسوق بيكونوا شافوا كل اللي حصل. اكزي بيروح لارثر وبيحكي له على كل اللي شافه. ارثر بيكون عارف كل اللي حصل ده وبيقول لاكزي تعالى اقعد هنا. بيقعد معاه ولكن اكزي بياخد باله من الشريحه المزروعه عند ارثر وبكده عارف انه خانهم وبقى مع فالنتينو. فبيغير الكوبايات وبيشرب كوبايه ارثر. ارثر بيقول له طبعا انت عارف انا لو دوست على الزرار ده ايه اللي هيحصل. بيقول له طبعا عارف. بيقول له طب ايه رايك تنضم لفالنتينو؟ فالنتينو عامل خطه يخلص بيها على نص الكوكب. اكزي بيرفض فارثر بيدوس على الزرار ولكن اللي ما يعرفوش ان اكزي بدل الكوبايات وخلاها يشرب المنوم بداله. اكزي بيفتح رقبته وبياخد منها الشريحه. بيروح جري على تسوقي وبيحكي له كل اللي حصل. تسوقي بياخده هو وروكسي وبيعملوا خطه علشان يوقفوا بيها فالنتينو لان تسوقي خلاص هينفذ خطته. بيقول له روكسي هتلبسي بدله فضاء علشان تعطلي القمر الصناعي بتاع فالنتينو ومن بعدها يدخلوا على جهازه ويبوظوا خطته بالكامل. وفعلا روكسي بتلبس بدله الفضاء وبيركبوا طيارتهم وبيروحوا عند المكان اللي فالنتينو هينفذ فيه خطته. اكزي بيقول له تسوقي طيب احنا هنخش ازاي؟ بيقول له هندخل بالشريحه بتاعت ارثر الله يحرقه. اكزي بيلبس بدلته وفعلا بيوصلوا هناك. بيوصلوا المكان واكزي بينزل من الطياره وبيخش بشريحه ارثر اللي معاه. بيخش جوه بيكلم تسوقي. هو بيقول له انا عايز اوصل على الجهاز علشان اعرف اخترق الانظمه جوه. في الوقت ده روكسي بتكون وصلت الفضاء. هو انا كمختار مصدق. واكزي بيلاقي الجهاز وبيروح عند اللي قاعد عليه بيضربه بالمنوم بيريحه مكانه. بيدخل على النظام. في اللحظه دي بيدخل عليه تشارلي. اكزي بيقول له هو انت ايه اللي جايبك هنا؟ بيقول له جات لي دعوه لعيلتي يا شحات. بينده على فالنتينو وبيفضح اكزي. هو بيكونوا خلاص هيقتلوه. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله. بيضربوا بالخاتم في دماغه بيديله كهرباء زياده في مخه. في الوقت ده روكسي بتكون هتضرب القمر الصناعي ولكن البالونه بتفرقع. تفتكر انها هتفشل؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله. بتضرب الصاروخ في اخر لحظه. بيبدا اكزي الهروب منهم ولكن بيوقفوا رجاله كتير جدا. بينزل تخبط فيهم يمين في شمال ولا العبد لله في عز شبابه. وهو بيكسر في عظمهم بيكون فالنتينو شغل الجهاز وبيبدا العد التنازلي وبتكون خلاص هتنجح خطته ولكن الصاروخ بيضرب القمر الصناعي بتاعه وبيدمره. سوقي بيجري علشان يساعد اكزي وبيخلصوا على الاربعه اللي واقفين قدام الطياره. اكزي بيخش على الطياره وتسوقي بيقول له الصاروخ ما ينفعش مع فالنتينو ولازم ترجع المكان اللي هو حاطط ايده عليه وتشيلها علشان تنجح المهمه. ما بيكدبش خبر وبيروح جري على هناك ولكن بيلاقي رجاله فالنتينو طالعين من كل حته وموجهين عليه مدفع وهيضربوه بصاروخ. الرجاله بتكون في كل حته محاوطينه من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاها يا صديقي؟ لا والله. اكزي بيشغل دماغه وبيقول لتسوقي شغل الشرايح اللي مزروعه في دماغ الناس دي. تسوقي بينفذ كلامه وفعلا بعد ما بيشغل الشرايح التفجير بيشتغل فيهم من كل اتجاه. حفله تفجير من الدرجه الاولى. مفيش واحد فيهم دماغه بتفضل في جسمه. بيموت كل اللي مزروع شريحه في دماغه. اكزي بيشكر تسوقي على دماغه الذريه دي وفجاه بيلاقي الباب اللي وراه بيخبط. بيفتح الفتحه دي بيلاقي مزه دفع رباعي. بيقول لها مش انت الاميره اللي ضايعه؟ بتقول له طلعني من هنا. بيقول لها موافق بس اخد بوسه. انا عمري ما بوست اميره قبل كده. هو انا والله يا اكزي. لكن فالنتينو بيقطع عليهم اللحظات الرومانسيه دي. هو بيقول له هو انت فاكرني عبيط علشان ازرع شريحه في دماغي؟ ابن الهرمه بيشغل الاجهزه من تاني وبيحط ايده على الجهاز. الاجهزه بتبدا تشتغل عند الناس واكزي بيسيب الاميره وبيقول لها 5 وراجع لك يا قمر. بياخد البندقيه وبيروح جري على هناك. بتبدا خطه فالنتينو من لندن والناس بتنزل تخبط في بعضها بسبب تشغيل الشرايح من تاني. حاله من الفوضى اللانهائيه. اكزي بيدخل عليهم بالسلاح هو بيبدا يضرب فيهم. فالنتينو بيسيب الجهاز فبيفصل. غزل بتقول له انجز الازاز مش هيطول. بتنط لهم الازاز وبتضرب عليه رصاص في الهواء وانا كمختار مصدق. بينزلوا في بعض تخبيط ولكن غزل بنت الهرمه
الشاورما ما بترحمهوش، بتنزل عليه بالسكاكين اللي في رجليها على اجدعها جزار وعلى وضعك يا منار. تفتكر ان ده هيفرق معاها صديقي؟ لا والله، كل واحد بنط علشان يموت التاني، ولكن اكس بيطلع سلاح من جزمته فيه سم قاتل وبيعورها بيه. غزال ما بتحسش الا لما بتبص على جزمته، بتموت غزال واكس بيضرب فالنتينو وبيموته في اللحظات الاخيره. بعدها اكس بياخد له ازازه ويسكي وبياخدها جري على الزنزانه اللي فيها الاميره. بيروح علشان يفتح الباب ولكن بيلاقيه مقفول. بيخلي تسوق يقول كلمه السر وفعلا بيفتح الباب. بيدخل جوه علشان يعملوا حاجات ما بتحصلش غير خميس وتلات. هو بالك يا صديقي، بس في الحلال ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتحط لايك للفيديو لو عجبك وتكتب لي كومنت من قلبك يفرحني. وباذن الله اللي جاي اقوى يا صديقي. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.